والدنيا اصلا مش مظبوطه. النهارده الاهلي صحيح بيكسب المقاولين العرب 3-1، ولكن يبقى الوضع زي ما هو عليه، يبقى الوضع كما هو عليه، مفيش جديد في النادي الاهلي، في شيء مفقود في لعيبه النادي الاهلي. تريزيجيه النهارده هو الوحيد اللي تحس ان هو لما بينزل يقدر يعمل لك الفارق، هو وامام عاشور شويه. باقي الفرقه تحس ان هي تايهه، الراجل مش عارف يلملم اوراقه. يعني مقارنه بمباراه المقاولين العرب، او مقارنه الاهلي بالمقاولين العرب، دي مقارنه ظالمه. يعني انت المفروض ده الطبيعي ان انت تكسب 3-1، والماتش اللي فات لولا الحظ اللي حصل كوره واثنين وثلاثه في العارضه وانفرادات، يعني كان ممكن الاهلي ياخد 3 بونت كمان. ولكن انت لو هتقف على مستوى الاداء بتاع الاهلي، لا، في علامه استفهام كبيره جدا على مستوى النادي الاهلي، في تذبذب في المستوى، في عدم تثبيت تشكيل، في عدم الدفع بالعناصر اللي هي تخلص لك المباراه من اول الماتش. حسين الشحات للمره الثانيه بينزل يقلب لك الماتش، طب ليه ما بتلعبوش من اول المباراه؟ زيزو مستواه، يعني لا، زيزو مستواه محتاج ان هو يركز اكتر من كده شويه. الاهلي يعني في المجمل، يعني انا